السبعينات حتى 1990 وهي ما تغيرت، يعني كذا دورة صارت وزيرة للثقافة. في عهد حافظ الأسد استلمتها الحقيبة واستمرت فيها فترة طويلة. من المضمون كانت فارغة لأنهم أرادوها أن تكون شكلا أو كومبارسا. اليوم في هذه المناسبة العظيمة 8 آذار يوم المرأة العالمي. حقيقة طبعا بهذه المناسبة العظيمة اللي نتوجه فيها بالتهنئة لكل نساء العالم طبعا، ونساء سوريا ونساء شمال وشرق سوريا اللواتي أثبتنا بالفعل عام وراء عام أنهن يناضلن من أجل نيل حقوقهن في هذا المجتمع. طبعا نيل الحقوق صعبة، لا نقول أن الطريق سهل، هناك عراقيل عديدة أمام مسيرة نضال المرأة، وإلى الآن نحن في القرن 21 إلى الآن ما زالت العراقيل موجودة، ولكن المرأة لا تعرف المستحيل، بطبيعتها لا تعرف المستحيل. هي إنسانة خلاقة منذ فجر التاريخ وهي تناضل من أجل الوصول إلى حقوقها حتى تجد دورها الأساسي في هذا المجتمع. طبعا مرة أخرى أهنئكم بمناسبة عيد المرأة، وأهنئ جميع نساء العالم، ونتمنى دائما التوفيق للمرأة في مسيرتها النضالية، ودائما نظهر في هذا اليوم الإنجازات والنجاحات التي حققتها المرأة خلال مسيرتها النضالية. تاريخ المرأة السورية، طبعا سوريا كأي بلد عربي طبعا كان يقع تحت نير الاحتلال العثماني، يعني الوطن العربي كله الاحتلال العثماني حكم المنطقة 400 عام. سوريا كمان بطبيعة الحال هو دولة عربية كانت أيضا تحت الحكم العثماني. طبعا السياسات التي مارسها الاحتلال العثماني بشكل عام، طبعا سياسات القهر والاضطهاد والاستعباد، يعني ما كان في حياة سياسية، ما كان في حياة اجتماعية، كان في أمراض، كان في كوارث، كان في تفكيك ببنية المجتمع، فقر وجهل وتخلف. فالأمر اللي صار إنه المجتمعات طبعا عانت الويلات في ظل هذا الاحتلال الذي دام طويلا، يعني 400 عام ليس بفترة قليلة. وبالتالي في نهايات القرن التاسع عشر كان هناك طبعا مقاومة من قبل الشعب من أجل التخلص من هذا الاستعمار الذي طال يعني هذه الفترة الطويلة. فبالتالي نحن لما نتحدث عن طبعا المقاومة أو مقاومة الشعب بشكل عام للاحتلال العثماني، فمن نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كان في مقاومة كبيرة ضد الاحتلال العثماني. وبالتالي كان أيضا للمرأة دور في هذه المسيرات. لأول مرة طبعا المرأة تخرج في مسيرات ومظاهرات تندد بالاحتلال العثماني وتدعو لإخراج هذا الاحتلال طبعا من سوريا. والنساء طبعا كثر حقيقة في تلك المرحلة، سوف نأتي على ذكر أسمائهن. قليل من الأسماء طبعا كان في كثر، ولكن القليل من الأسماء التي برزت كنساء شاركوا في هذه المظاهرات وشاركوا في توعية المرأة وشاركوا في توعية الشعب بشكل عام. كون النساء في تلك المرحلة كان يعني عندهم يوجهوا رسائل بشكل عام لأبناء الشعب ولا يخصصون النساء بالتحديد. فكانت الدعوة أو التوعية هي دعوة عامة وتوعية عامة لجميع أبناء الشعب حتى يكون يد واحدة ضد هذا الاحتلال. يمكن أن نقول بأن هؤلاء النسوة وصلنا لقناعات كثيرة من مقاومة هزت عرش الإنسانية، ولكن حكامها ما زالوا صامتين. نقول لكن كل عام وأنتن بخير، فلنتناقش ولنتحاور ولنكثف النضال نحو تحرير أرض الزيتون التي هي بوابة تحرير المناطق السورية. طبعا المرأة السورية منذ بداية الحراك ومنذ بداية الثورة دفعت الثمن الباهظ قلنا، وكانت هي الضحية الأولى. ومن خلال هذا رأينا وقلنا بأن هناك دول التي كان لها الباع في السيطرة على عقولنا وعلى مكتسباتنا لتحقق مصالحها في داخل وطننا. ومن هذا الانقسام طبعا
كان الانقسام السياسي الذي قسم مناطق النفوذ. أما من بداية الحراك فقد تمت عليها جميع عمليات التخويف والترهيب. المرأة السورية التي كانت تشتهر بالكرامة والتي كانت متميزة على صعيد الشرق الأوسط بات الآن مشردة نازحة، تعيش تحت الأنقاض، تعيش في دول الجوار، تركت أجمل ما لديها، تركت ما صنعته بأناملها. التنظيم بدأ من الأمور الحياتية وقدرت المرأة على إدارة الأمور الحياة والمجتمع، إضافة إلى أن التنظيم هو المحرك الأساسي الذي يوجهها لأداء مهامها الموكلة إليها. فحزب سوريا المستقبل قفز قفزة نوعية باتجاه تحرر المرأة، فقد أخذ على عاتقه النهوض بالمرأة ورفع القيود التي تحد من حريتها ومساواتها في المجتمع. نبارك هذا اليوم إلى جميع النساء ونستذكر نوادي أبدا بدمائها في سيف حرية. مقاومة المرأة لم تكن سهلة يوما، بل كانت وما زالت تواجه جميع أنواع العنف.